كانت تالا تركض عبر الأزقة الضيقة، قلبها ينبض بجنون، وصوت أنفاسها المتلاحقة يكاد يطغى على الصمت المريب الذي خيم على المكان. كانت تشعر بأن العيون تراقبها، بأن الظلال تتحرك خلفها، وكأن المدينة نفسها تتنفس تحت وقع خطواتها المرتجفة. وسؤال يتردد في عقلها: لماذا أرادت الملكة زيت الحياة؟ وما سره الحقيقي؟ عندما وصلت أخيراً إلى بيت جدتها، كان الضوء الخافت المنبعث من النافذة الصغيرة هو الملاذ الوحيد في هذا الليل الموحش. دفعت الباب بخشونة لتجد جدتها واقفة وسط الغرفة، عيناها العميقتان تحملان كل الحكايات التي لم تحكى. كنت أعلم أنك ستأتين، الجدة قالت بصوت هادئ لكنه مفعم بالثقل. ألقت تالا بنفسها في حضن الجدة، وانهارت دموعها التي كانت تحبسها طوال الطريق. لقد حاولت أن تأخذ الزيت مني. الملكة مرجانة لن تتوقف، أليس كذلك؟ ربطت الجدة على رأسها بحنان